تعال هقولك على مجموعة من التعبيرات بتستخدمهم في حياتك اليومية وهتكون المنقذ بالنسبة لك في أي محادثة باللغة الإنجليزية وهتخليك جامد جدا في الرد. أول تعبير عندنا بيقول I am not done yet. I am not done yet اللي هي معناها لم أنهي كلامي بعد. لو أنت بتتكلم وحد قطعك هتقول له I am not done yet. ممكن نقول تاني don't cut me off. don't cut me off. don't cut me off اللي هي معناها لا تقاطعني أو أرجوك لا تقاطعني أو اسمعني. وممكن كمان نقول hear me out. hear me out. hear me out اللي هي معناها اسمعني للآخر. يبقى في عندك ثلاث تعبيرات. ممكن تقول hear me out اللي هي معناها اسمعني للآخر أو دعني أكمل حديثي. عندي كمان in hot water. in hot water. in hot water اللي هي معناها في موقف صعب أو في مأزق أو ممكن نقول في مشكلة. ممكن أقولها بطريقة تانية on thin ice. on thin ice. on thin ice اللي هي معناها في مأزق. يبقى احنا ممكن نقول in hot water أو ممكن أقول on thin ice. أي واحدة من الاتنين معناهم في مأزق أو معناهم في مشكلة. ممكن نقول why the long way. why the long way ما أقولوش ل why are you angry. ممكن أقول له why the long way لماذا أنت متضايق أو لماذا يبدو عليك الضيق أو الانزعاج. ممكن كمان تعبير تاني نقول say well or be still. say well or be still اللي هي معناها كل خيرا أو لتصمت. يعني عندك حاجة كويسة قولها، ما عندكش خليك ساكت. تعبير تاني لو انت اصحابك بيقترحوا عليك اقتراح او بيقدموا لك فكره جديده وانت موافق تماما، ما تقولش I agree. قول I am in. I am in انا مشارك معاك وانا متفق معك في هذا الرأي. عندي تعبير تاني بيقول do your best. do your best اللي هي معناها اعلى ما في خيلك اركبه او ابذل اقصى ما لديك من جهد. هتقول له do your best يعني اعلى ما في خيلك اركبه، انت ما يهمكش حد. عندي كمان give it your best show. give it your best show يعني برضو معناها اعلى ما في خيلك اركبه. وانت عاوز تبين اللي قدامك ان انت مش خايف منه او انت مش همك منه اي حاجه، هتقول له give it your best show. تمام. طيب تابع معايا التعبير اللي جاي. بيقول لك let bygones be bygones. كمان مره let bygones be bygones اللي هي معناها اللي فات مات، انسى اللي فات واحنا ولاد النهارده وابتدي افتح صفحه جديده. ممكن نقول even Steven. even Steven. even Steven. even Steven اللي هي معناها نحن متعادلين، لا في حد كسب ولا حد خسر، احنا الاتنين متعادلين. هتقول له even Steven. طيب يا بطل، لو انت سمعت الفيديو ده وشايف ان هو بالنسبة لك فيديو مفيد وممكن حد تاني يستفيد، ممكن تعمل له شير عشان هو كمان يستفيد. ولو حبيت تتعمق اكتر في اللغة الانجليزية واسرار اللغة الانجليزية، هيشرفني وجودك في القناة. كان معاكم مستر مشهور، مع السلامة.